داخل ماتش اياب دوري ابطال اوروبا وخسران ماتش الذهاب 3-0. والمشكله مش في النتيجه بس، المشكله انك هتلعب بالماتش من غير محمد صلاح ومن غير فيرمينو، وقدامك برشلونه وميسي في افضل فتراته تقريبا، وكل الناس بتقول ان التاهل اتحسم خلاص. لكن اللي حصل في الانفيلد محدش كان متوقعه خالص، لان في الليله دي ليفربول عمل واحده من اعظم الريمونتادات في تاريخ دوري ابطال اوروبا. والاغرب ان في اخر لحظات المباراه حصلت حركه واحده خلي جمهور برشلونه عنده تروما منها لحد النهارده. قبل ما نبدا، لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل لي فولو على الانستجرام وخش قناه الواتساب، ويلا بينا نبدا. زيدنيو. تبدأ المباراة وليفربول من أول دقيقة داخل ضاغط بقوة وعايزين يرجعوا في النتيجة من بدري، وكرة الماني يستلم ويجري ويباصي وشوطة ولا باصة دي مش عارف وتطلع بره، وبرشلونة مش ساكت برضه. كرة هنا مع ميسي تتقطع لكن بياخدها ويحاول يعدي لكن تتقطع، وكرة هنا تطلع عالية لكن بالراس وتروح لماني ويستلم ويباصي لهندرسون ويعدي ويشوط وتتصد لكن الكرة تترد وأوريجي وجون جون 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 جون. الهدف الأول وشكل الليفر هيعملها وهياخد حقه من الماتش الذهاب. قول لي رايك في الكومنتات، انت في الماتش ده هيحصل فيه ايه؟ يمشي الكرة عن طريق ماتيب يطول الكرة، ماتيب لجوردي يعطاها، يمشي بالكرة يفسيها، يعاود يدخل هندرسون والهدف الأول ينادي شعلها الليفر ولعها الراس ولعها شعللها واحد بلاش دقيقة صفر. مشجعين الليفر بدأوا يصدقوا ان في فرصة، بس صحيح لسه برشلونة متقدم في مجموع المباراتين، لكن الهدف ده كان مهم جدا لان ليفربول دلوقتي محتاج بس هدفين عشان يرجع في المواجهة. المهم كرة عالية الماني يستلم كرته بدوران ويقف عليها ويعدي وضربة جزاء، لكن الحكم ما بيديش حاجة. كرة هنا مع كوتينيو يمشي ويعدي ويباصي والميسي ويشوط، يا ابن اللعيبة حلوة قوي دي. كرة هنا مع بوسكيتس يعرض وخطيرة، بس ايه العبط ده يا عم، رجعتها ليه؟ كرة هنا ميسي يجري ويلعب ويشوط لكن بيكر ينقذ اللعب. كرة تترفع ويطلعها لكن ترجع ويعرض وجو لكن تطلع بره. كرة فان دايك يا ابن اللعيبة الماني ويجري ويعرض وتروح ويشوط لكن ترشتجن يصدها. كرة هنا يجري ويعدي من وسط اتنين ويباصي وكرة الماني لكن تروح لشتجن ويمسكها. محاولات من هنا على فرص من هنا، لكن الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول، لكن ليفربول متقدم 1-0. هو ايه اللي لكن عديها لي، لكن في مجموع المباراتين برشلونة لسه متقدم 3-1، يعني ليفربول محتاج هدفين كمان ومن غير ما يستقبل أي هدف. المهمة لسه شكلها صعبة جدا، لكن اللي جاي هيغير كل حاجة تماما. بحاول امني دراميه بس انا عبيط. المهم اعمل لايك وسبسكرايب واكتب لي في الكومنتات متوقع ايه اللي هيحصل، ويلا نخش على الشوط التاني. اعمل لايك وسبسكرايب وما تعملش عبيط، واكتب لي في الكومنتات بقى. انا مش بكلم نفسي، حسسوني كده ان انا بكلم بني ادمين، مش قصدي يعني اقول حاجه عيب، انا قصدي ان يعني حسسوني ان انا بكلم حد قدامي، انا حاسس ان انا بكلم الشاشه اللي انا بقرا منها السكريبت. اعمل لايك وسبسكرايب يا ابني وما تصدماش بقى. يبدا الشوط الثاني وكره تتلعب لميرنر ويجري ويعرض لكن الدفاع يطلعها بره. انا عندي مشكله مع الاسامي المقرفه دي، ايه ما تسموا اسامي عدله بقى، محمد ولا محمود اي حاجه، ايه القرف ده؟ وعامه انا اي اسم صعب كده بعمل له سكيب يعني، فانت خليك صاحي معانا. كرة هنا مع ماني يجري ويعدي من الأول والدفاع وترجع والتاني ولكن سيرجيو روبرتو، ايه اللي انا بقوله، سيرجيو روبرتو ينقذ الموقف. اسم صعب تاني سموا محمد ومحمود، ايه القرف ده؟ كرة هنا ميسي يا ابن اللعيبة ويشوت لكن أليسون يتعامل، وفجأة تيجي لحظة ما حدش كان متوقعها. محاولة ثانية لكن تاني مرة محاولة بناء درامية وما فيش فايدة. كرة هنا أرنولد يقطعها ويجري ويعرض وجون جون 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 جون. هيعملوها ولا ايه؟ قول لي رأيك في الكومنتات. وقف ميسي، سحبت منك اللقب او الكسندر ارنولد يعود يضغط، شالها ارنولد مرة اخرى البا يغلط والعرضية توصل والثاني حتى الثاني في نادور ولعت شعلت اتزلزلت يا مورينيو. بس استنى
بس دلوقتي بقى في امل بجد، لان النتيجه الاجماليه بقت 3-2. يعني ليفربول محتاج جون واحد بس عشان يرجع من النتيجه 3-0. يا ترى هيعملوها؟ قول لي رايك في الكومنتات. دي المحاوله رقم 300 ان انا اخليكم تكتبوا في الكومنتات. كرة ارنولد يستلم ويعرض لكن الدفاع يقدر يخلصها. كرة هنا يرجعها لميلنر ويستلم ويسند لنفسه ويباصي وعرضيه وراسيه وجون جون 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 جون. الهدف الثالث وعملوها ورجعوا هدفين في دقيقتين تقريبا، والنتيجة بقت 3-0 وبمجموع الماتشين 3-3، والريمونتادا بقت قريبة قوي قوي. 59 دقيقة من غير صلاح فيرمينو. الليفر الآن يعمل والرأسية تأتي والثالث يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. ليش ما ضربت يا روبرتسون قبل؟ ليش ما انصبت قبل؟ كل اللي مطلوب دلوقتي جون واحد بس عشان ليفربول يتأهل، لكن لسه فاضل نص ساعة وأي جون من برشلونة هينهي الموضوع تماما. محاولة رقم 800 عندك يسجل كده معايا لبناء درامية ومفيش فايدة. كرة هنا تتقطع لفيدال يباصي لبوسكيتس ويلعبها لميسي ويعدي وفاول. كرة هنا فان دايك يلعبها لماني ويجري ويعدي ويلحقها ويعرض لكن بيكي يطلع. كرة هنا راكيتيتش يعدي ويلعب ويعرض وبعيد على سواريز وتخرج بره. كرة هنا فاول تتلعب ويشوط وبره. كرة هنا بوسكيتس يعمل سكان ويباصيها وبالكعب وممكن لكن بيلنر يقطعها. ارنولد على الركنية وكل اللعيبة مستنيينه انه يرفع الكرة لكنه بيمشي بعيد عن الكرة ومرة واحدة يرجع وبسرعة وأوريجي وجون جون 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 جون. حركة ذكية جدا 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 جدا. والبارسا هدفه من ميسي والرابع. الهدف الرابع من كرة ثابتة. الهدف الرابع من كرة ثابتة. أكاد وانجن. بس ثانية كده، ايه اللي حصل ده؟ 4-0 لليفربول من 3-0 لبرشلونة في الذهاب ل4-0 في الإياب للليفر. برشلونة مش فاهمة ايه اللي حصل واحنا مش فاهمين ايه اللي حصل، واوريجي سجل الهدف اللي كمل الريمونتادا. وحرفيا احنا تقريبا ما شفناش اوريجي ده بعد الماتش ده، حرفيا مش متذكر ان انا سمعت الاسم ده غير في الماتش ده وما شفناهوش بعد كده. وعلى فكرة الحركة دي بقت واحدة من اشهر الركنيات في تاريخ دوري ابطال اوروبا وعملت تروما لكل مشجعين برشلونة. والله مبسوط فيكم، بس يعني مش عايزين نعمل مشاكل، فاعمل لايك وسبسكرايب اذا كنت ريال مدريدي او برشلوني. وعلى فكرة تقريبا الشهر ده كله البرشلونة، يعني احنا عاملين حلقة عن الريمونتادا بتاعتهم عشان نرضي كل الأطراف، مع إني مدريدي. شفتوا أنا مش عارف ديمقراطي ولا مش عارف إيه التانية. المهم يعني اعمل لايك وسبسكرايب إذا كنت مدريدي أو برشلوني. وفي برضو يعني في فيديو عملته لبرشلونة عن ماتش برضو بتاع باريس، ممكن تخش تشوفه أكيد هيعجبك. وماتش جاي فيديو جاي بقى تعاوني مع واحد أسطورة كده. المهم كمل، اعمل لايك وسبسكرايب طبعا، واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان بقى لما ينزل الفيديو الرهيب اللي بتاع برشلونة برضو برشلونة ما يفوتكش. ويلا نكمل، احنا طولنا في الكلام قوي على فكرة. الاهم ان ليفربول دلوقتي متقدم 4-3 في مجموع المباراتين، ان انا مش هكمل باقي الماتش خلاص كده. الحكم يطلق صافرة النهاية وخلاص ليفربول عملها وخسر 3-0 في ماتش الذهاب ورجع كسب 4-0 في ماتش الإياب. ما تقوليش بقى ان في مستحيل وكده بقى، لان ليفربول كسر كل الحاجات دي من غير صلاح ومن غير فيرمينو، متخيل؟ وتأهل لنهائي دوري ابطال اوروبا. والنهايات السعيده غريبه ان في نهايات سعيده، يعني كسب النهائي قدام توتنهام، يعني ده الاجمد. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب واعمل فولو على الانستجرام وخش جروب الواتساب وقول لي في الكومنتات هل دي اعظم ريمونتادا في تاريخ دوري ابطال اوروبا ولا لا. واشوفكم في فيديو اللي جاي. دي على فكرة كانت المحاولة رقم 888,965,000 لان انا خليك تكتب كومنت تحت، فخلي عندك دم بقى وانزل اكتب كومنت تحت. وسلام. اعمل لايك وسبسكرايب واعمل كومنت واعمل خش على الانستجرام اعمل لي فولو وادعي لي في صلاتك وروح صلي وبس. صلي على النبي. وفي نهاية هذا الماتش أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.